نحكيه على عمل مسرحي جديد. هو في البداية كان يعني مشروع تخرج هملة ماشين باش نحكيه فيه مع سهيل العماري. سهيل العماري اللي حاضر معنا توا في التليفون في المباشر. أهلا وسهلا بك سهيل. عسلامة خويا. مرحبا بك سهيل، تحية ليك وتحية لكل مستمعين. نتكلم فينا من تونس. من تونس تحديدا، من ابن خلدون. من ابن خلدون، تحية كبيرة ليك سهيل. إذن عمل مسرحي جديد هملة ماشين قاعد يقوم بجولة كبيرة في تونس. مؤخرا كان في يعني في افتتاح الموسم الثقافي في صفاقس، والجمعة اللي فاتت كنا حكينا عليه مع نصاف بن حفصية مديرة المركز الفنون الدرامية والروحية ب صفاقس. قبل ما نحكيه على هملة ماشين خلينا نتعرف على سهيل العمري. أول حاجة يعطيك الصحة ويعطيكم الصحة على البرنامج هذا. فما اهتمام للمسرح يسمى، فما حاجة مزيانة ياسر. يعطيكم الصحة، نحب نحييكم على المجهود اللي تعملوا فيه. تحية ليك، هذا واجبنا. سهيل العماري متخرج من المعهد العالي للفن المسرحي دفعة 2011-2012. كهو صاحب بطاقة احتراف، قاعد ننشط في المسرح. عندي شركة حديتها افينير برودكسيون. عندنا عمل هذا هملة ماشين. هو تنجم تقول ثمرة 3 سنين في المعهد العالي للفن المسرحي. خلاصة خرجنا بها مع مجموعة من الطلبة اللي قرينا مع بعضنا وتكوننا مع بعضنا. هو هملة ماشين في البداية كما حكينا يعني هو مشروع تخرج هكا ولا؟ بالضبط، هو مشروع تخرج ومن بعد تحول وبدا يقوم بالجولة نتاعو. هو من الأول عمل تخرج. في إطار التخرج بالطبيعة كل طالب عنده بروجي فان ديتيود نقولوا احنا، أو مشروع تخرج يتمثل في مسرحية. يقوم بالمسرحية هو وزملائه من نفس السنة التخرج، وإلا ينجم. وقتاش كانت يعني وقتاش كان التخرج نتاعكم؟ في 2012 دونك خلينا نحكي قبل ما نحكيه على العمل وشنو يحكي العمل هذايا وشنو يعني الاهتمامات بتاع العمل هذايا. نحكيه على جو التحضير للمشروع هذايا اللي هو هملة ماشين. هو المسار بالحق يعني المسار العمل هو أهم. يعني تفكروا شوية هذيك الأيامات نتاع 6 شهور و8 شهور تحضير قبل ما يحضر العمل. بالضبط، هو المسار نتاع العمل أهم برشا من النتيجة الأخرى نتاع العمل. ظروف يعرفوها برشا طلبة من المعهد العالي للمسرح استانسنا بها بحلوها بمرها، ولات حاجة مزيانة. الجو العائلي موجود في المعهد العالي للمسرحي اللي تنجم تقول صفة يتميز بها المعهد بحكم الطلبة منيش برشا. كما نجم تلقى في كل عام فما 50-60 طالب، الناس الكل تعرف بعضها معناها. تلقى لوحمة كبيرة ياسر، الناس الكل تعاون بعضها. اللي يستحق حاجة ينجم ياخذ يستقل معلومة من الطرف اللي حاجته بيه، من سواء طالب كيفه ولا أستاذ أو متخرجين قدم. معناها ديما العمل في مشروع التخرج يبقى عنده مواصفات خاصة، والمسرحيين الكل يتعداوا على مرحلة التكوين في الليزاد وإلا في الكاف يقروا بالشيء هذا اللي تلقاه في إطار العمل في المعهد وفي مشروع التخرج. ما تنجمش صعيب برشا باش توجدوا في الاحتراف. هو ينجم يكون موجود، أما ديما يبقى صعيب، يبقى ديما طموح انك توجدوا، اما ديما يبقى صعيب. الانتيميتي الموجوده، الروح الموجوده، وتلقى برشا عباد متخرجين خدم ومعروفين معناها على الساحه الفنيه، ويرجعوا بعد سنوات يرجعوا للمعهد يحبوا يدخلوا في مشاريع التخرج، يحبوا يعاونوا باللي ينجموا باللي يقدروا، يحبوا يحصلوا على الاجواء هذيك نسموها احنا نصبحوا للصباح. معناها ساعات تلقى برايف للصباح وعباد تخدم وتعاون. هو ممكن الشيء اللي يفرق يعني على الجامعات الاخرين، المعهد العالي للفن المسرحي وحده في التحضير حتى لمشاريع التخرج، يعني لانه كما نعرف يعني مشاريع التخرج موجوده في كل الجامعات، لكن في المعهد العالي للفن المسرحي يفرق الشيء. صحيح. ممكن ما عنديش فكره كبيره على الجامعات الاخرين، اما نتصور اللي يتعدى به الطالب في المعهد العالي للفن المسرحي ما نجمش يلقاه في مؤسسه اخرى، على خاطر
صعيب باش تلقى مؤسسه مثلا تحل بينها ماريكات نتاع الصباح للطلبه نتاعها. فما ثقه، فما معناها بالحق معناها حاجه ماهيش كلام اللي الطلبه تخاف على المؤسسه، عباره دارك تقابل معناها الناس الكل تبدا لاهيه وغادي يختم وغادي يسكن وينجم الطلب حتى يبات غادي ما يقلقش معناها. يبات غادي وانا واحد من الناس خليت بيت معناها غادي مفتاح مد هذه سيد المدير. هذه ممكن اجواء المعهد العالي للفن الاخرين معناها المتخرجين الكل وفروا لنا بيت سموها بيت للذكور نباتوا فيها معناها مفتاحنا بجراري يوفر لك ساعات حتى جراري باش تنجم تتعدى الظروف هذيك اللي كما قلت لك تبقى ديما ماهيش هي معناها ماهيش امور قانونها والا قانون هكا نتاع المؤسسه، اكثر منها حاجه احنا استنسنا بها وتربينا عليها ما نجموش نخرقوها. فهمت حاجه هكا جرت سهيل. في بدايه حديثك قلت لي عندك شركه للانتاج المسرحي تحت ضمن اعمال مسرحيه، تحكينا شويه على الشركه هذه. هي شركه جديده عمرها حكايه 4 شهور توا. عندنا اول عمل في الشركه هذه اللي هو مشروع تخرج زاد في 2014 مجموعه زاد مازالت كي تخرجت بعنوان حتى حد. العمل اللي انا تفرجت فيه عجبني بالبداية، حكيت مع جماعه خذينا العمل هذايا وقاعدين ديجا في جوله مع العروض. شنو يعني الشركه هذه تاخذ الاعمال حاضره والا تنتج اعمال مسرحيه؟ لا تنتج اعمال مسرحيه، احنا خذينا العمل هو العمل المسرحي يتعمل هو مثلا مشروع التخرج ان كان نحن عامل ماشيين والا غيره معناها صعيب برشا باش نجم تخرجوا للاحتراف كما هو يستحيل، خاطر انت تقدموا ديجا في اطار اكاديمي في مجموعه معينه لجمهور معين للجنه. من بعد اذا كان باش يخرج للاحتراف بالطبيعه فما مقاييس اخرى، فما حاجات اخرى باش تتبدل في العمل ولازم ترجع للريبيتيشن وترجع الحاجات تتبدل. معناها هي شنو تاخذ فكره، عباره خديت فكره وخديت مجموعه اللي هو هذا المهم في المسرح، انه خديت مجموعه معينه نافحه معناها كلنا شباب تحتضنوا يعني مجموعه مسرحيه وتقوموا ممكن حتى بتاطيرها نوعا ما. بون الشركه تكفل بالامور الاداريه، الامور الفنيه تبقى المجموعه اللي خدمت على المشروع هذايا. جوست احنا نحاولوا نكونوا الاطار الموجود هو تاثير. سهيل وانت بديت في المشروع هذايا، مشروع الشركه هذه، يعطينا ساعه تسميه نتاع الشركه مثال خلينا نعملوا لها شهر. افينير. طيب انت بديت في المشروع الشركه هذه، شنو نظرتك يعني كيفاش تشوف ممكن مستقبل الشركات هذه اللي تنتج في الاعمال المسرحيه في تونس، خاصه اللي ما زالت كباديه كما الشركه نتاعك انت؟ المستقبل هو مش المستقبل، هو خلينا نشوف الواقع مش المستقبل توا، معناها هي توا ممكن تعاني اكثر منه قبل ما نحكيو على المستقبل. اكيد هي براتيكمون معناها اللي تعانيه الشركه على الحاضر اللي تعانيه الشركه معناها في الواقع انه البدايات نتاعها، وانك تكون انسان معناها مازلت بجديد مش معروف وعلى على الساحه التونسيه الكل ما يعني يعرفوكش كما شركات قديمه، باش تكون عندك شويه صعوبات من الاول بالطبيعه انك تعرف بروحك تعرف بالانتاج هذا، خاطر ديما تبقى تعرف في اطار المهرجانات وغيره اللي برشا عباد اللي يطلبوا اسامي كبار ولا يطلبوا عباد معروفين في الساحه، معناها صعيب باش تفرض روحك انت في وسط هذا الكل. يبقى ديما الانتاج نتاعك في الشركه ولا المسرحيه اللي تكون في الشركه هي اللي تدافع على روحها وهي اللي تنجم تفرض روحها. الصعوبات دي كما قلت لك معناها انك تكون من الاول لازمك تعرف بروحك، تعرف بالشركه هذه، لازم تاخذ سمعه، خاطر اي واحد بعد 5 سنين 6 سنين بالطبيعه باش ياخذ سمعه سواء باهيه ولا خايبه. دونك ثم شركه من الاول هي قاعده تلوج على روحها في وسط الساحه هذه، تعمل في سمعه سواء باهيه ولا خايبه. هذا يرجع بالطبيعه لكل واحد كيفاش يحترم المهنه ويحترم روحه ويحترم المؤسسه اللي هو واقف عليها بالطبيعه.
حملة ماشين العمل اللي باش نحكيو عليه الليلة معك سهيل، عمل مسرحي قاعد يقوم بالجولة نتاعو كما قلنا الجمعة اللي فاتت كان في صفاقس، آخر الجمعة هذه نهار السبت تقريبا عندكم عرض في الكاف. هذا الكل باش نحكيو عليه بعد سبور لايت مع زملائنا زميلنا عبد الله عامري من قسم الرياضة. نرجع لكم بعد سبور لايت، خليكم معنا. جديد المسرح ومشاغله، كل ما يهم المسرح التونسي في كاتر يا مارس، سهرية كل حد من 8 ل 10 متاع الليل فقط على راديو وزيس فام. نرجع لكم مستمعينا ونواصلوا في حلقتنا لليلة. نذكركم انه في جزءنا الثاني ان شاء الله باش يكون معنا معز القديري، إزاك تعرفوه في مسلسل نجوم الليل. معز القديري باش نحكيو معه على عمل اخير للتياترو الخلوة 2 باش نحكيو عليها، وزاد باش نحكيو على مسرح الطفل اليوم، شنو احوال المسرح الموجه للطفل في تونس، باش نحكيو فيها مع يوسف مارس الممثل يوسف مارس. ومواصلين حديثنا على هملة ماشين مع سهيل العماري اللي مازال معنا في المباشر. اهلا وسهلا بك مره اخرى سهيل. يعيشك خويا. مرحبا بك سهيل. سمعت السبور باهي؟ سمعت السبور وان شاء الله نوليو هكا نحكيو على التياترو زاد نقولوا. واليوم عرض رائع جدا في برلين، وغدوه عرض ممتاز في هوليوود. وقتاش هذا يا زعما؟ والله بالعكس كي تدخل البرامج وليو فما منافسه كاين برامج كيف اللي عاملينها من ثم نوليو نجموا نحكيو على المسرح التونسي والمسرح الفرنسي والمسرح الالماني والمسرح الياباني وغيره. لاباس المسرح التونسي يتخبط، لكن لاباس الحمد لله. مادام مازال عندنا، مادام فما اعمال مسرحيه قاعده تخرج، ومادام فما مازال جمهور اللي يحب المسرح، ومادام نشوفوا قاعات رغم خلينا نقول انتر بارونتيز تهرئها ونلقاو جمهور معبي، لاباس الحمد لله. ابرك معناها خير من بلاش. نواصل حديثنا على في كاتر يمار على هملة ماشين اللي العمل المسرحي هذايا كما قلنا. خلينا نذكروا بعرض الكيف، مستمعينا اللي يسمعوا فينا من الكيف انتم على موعد نهار السبت. هيك نهار السبت وين بالضبط والوقت وقتاش؟ مش الكيف وين بالضبط؟ في جيبس نهار 22 نوفمبر. في جيبس نهار 22 في الكيف عرض اخر المسرحيه حتى حد في الشركه نتاعي. مسرحيه حتى حد في الكيف نهار السبت هذايا معناها. نهار السبت بالضبط. نهار السبت باهي. هملة ماشين وقتاش في جيبس؟ نهار 22. نهار 22 قبل الانتخابات الرئاسيه بنهار. قبل الانتخابات الرئاسيه بنهار بالضبط. نهار السبت وقتاش بالضبط؟ في وذرف. في وذرف مع 6 نتاع العشيه. 6 نتاع العشيه ان شاء الله. اكيد اللي يسمعوا فينا توا في جابس الكل، وكان نهار 22 عرض مسرحيه هملة ماشين. لكن قبل ما نتفرجوا فيها في جابس سهيل، هات نحكيو عليها توا. شنو هي هملة ماشين؟ علاش تركز؟ علاش تحكي؟ في العموم باش نجموا نحكيو على هملة ماشين. في العموم كما قلت انت مسرحيه هملة ماشين، هو كي تقول هملة ماشين اي واحد يعمل شويه مسرح ولا عنده فكره عن المسرح يقول ديريكت هملة شكسبير، يربط هملة ماشين او هملة شكسبير اللي هي بالطبيعه فما علاقه ما بينات زوز، كما تنجم تكون ما فماش علاقه ما بينات الاثنين. بالنسبه لهاملت ماشين هو نفس الهاينر مولر، كاتب الماني تكتب في التسعينات في فتره زمنيه. لا في السبعينات حسب ما عندي انا 77. بالنسبه لي انا نحكي لك في العمل وقتاش تم انجازه، خاطر العمل هذا تكتب عديد المرات وفي الاخر الكتابه الاولى كانت عام 1977. بالنسبه لنا نحن الكتابه اللي قاعدين نخدموا عليها اللي هي كتابه مسرحيه، ما هوش تاليف، اللي هو كتابه للعرض معناها، او كما نقولوا كتابه العرض معناها. اللي خدمنا عليه احنا هما الكتابه الربحيه. الكتابه الربحيه اللي هي 3 صفحات ونص بركه اللي انطلقنا منه. بالنسبه لهاملة ماشين بديت مع هاينر مولر بعد فتره زمنيه اللي هي فتره جدار برلين وسقوط جدار برلين والتقسيم اللي صار لألمانيا الشرقيه والغربيه. الفتره هذيك كانت فما برشا احداث، خاصه اللي هي بعد الحرب العالميه الثانيه، الفتره التشاؤميه اللي عرفها العالم الكل معناها جراء الخسائر الماديه والبشريه الكبيره للحرب العالميه الثانيه، واللي معناها فلسفيا وفكريا تلاشت القيم الانسانيه والمبادئ الانسانيه، واصبحنا نلوجوا على مفاهيم اخرى. خاطر
بعد اللي صار المجازر الكبيره اللي صارت في العالم، الانسان رجع على روحه ورجع يطرح في تساؤلات على روحه على الشيء اللي قاعد يصير. ما عادش نجموا نحكيو على مثاليه وطوبويه في الانسان، حاجات اخرى. هذه الكل تربط بفلسفه كبيره اللي هي فلسفه ما بعد الحداثه، جات نتيجه المخاض هذا الكل. بالنسبه للعمل نتاعنا نحن هاملت ماشين يرتكز على الشيء هذايا، وبالطبيعه عنده صله بالواقع التونسي او بالواقع العربي او الواقع العالمي. خاطر احنا كي رجعنا لهاملت ماشين من هاينر مولر نلقاو لي النص ينجم يتبوب في الاطار اللي تحب تحطه فيه، ينجم يكون يحكي على تونس، ينجم يحكي على المواطن العربي، ينجم يحكي على الانسانيه بشكل عام. دونك انتم كيفاش بوبتوه؟ يعني شنو اللي حكيتوا فيه بالضبط؟ احنا كان فما تدرج في العمل، خدينا 3 صفحات ونص هذوما الهاملت ماشين. وكي رجعنا لهاينر مولر وكيفاش اشتغل على النص هذايا اللي من بعد هاينر مولر فما برشا عباد خدمت عليه. مثلا نذكر مهرجان افنيون في فرنسا اللي هو عام 2005 صار مهرجان افنيون تحت تسميه هاينر مولر القضيه، وتعرضت مسرحيات هاينر مولر في المهرجان اللي هو يعتبر من اكبر المهرجانات في العالم. اتخذوا السيد هذايا كعنوان للمهرجان باش يحكيوا على جمله اعماله. احنا رجعنا لهاينر مولر كيفاش خدم، لقينا اللي اول عرض قام به لهاملت ماشين عرض هاملت شكسبير، النسخه شكسبير، ومن بعد الجمهور خذا فسحه بساعه بوز ورجع باش يتابع هاملت ماشين اللي هما الزوز ما عندهم حتى علاقه ببعضهم. نحكي لك في الكتابه في النص ما رجع حتى منطوق، ما فما حتى منطوق في هاملت ماشين يوحي بهاملت شكسبير. احنا كي رجعنا للواقع التونسي نتاعنا، التوانسه الكل معناها ما نجموش نقولوا التوانسه يعرفوا هاملت شكسبير، او التوانسه المواطن العادي ولا الاغلبيه ما يعرفوش شكون هاملت ولا ما يعرفوش شكسبير، حتى كان يعرفوا معرفه سطحيه. حاولنا ان ناخذوا اهم الاحداث اللي صارت في مسرحيات هاملت شكسبير والتساؤل الكبير اللي طرحه هاملت في مسرحيه هاملت شكسبير اللي هو البحث عن الحقيقه او غيره. وقت اللي تساءل شخصيه هاملت تساءل على حقيقه قتل بوه وسعى وراء الانتقام، والانتقام في حد ذاته طرحنا اشكال على فعل الانتقام في حد ذاته كان هو فعل خير او فعل شر، واللي استخلصناه احنا كعبره بالنسبه لنا نحن ومجهودنا نحن في تناولنا للموضوع هذا. لقينا اللي عملوا هاملت في مسرحيه كامله من الاول وهو يبحث عن الحقيقه وانه ينتقم. في اخر حلقه معناها ما كانت النتيجه دمويه على الاخر، كي تلقى اللي النتيجه وفات بموت ام هاملت وبموت عمه وبموت حبيبته اللي هي اوفيليا واخوها وبوها، وفي الاخر معناها ما عرفت الحقيقه ولا ما عرفتش انت بيتك هاملت زادت توفى. معناها هذه الانتقام وفعل الانتقام والانسياق وراء انه الفكره العامه انه الانتقام لابد انك تقوم به، هذا هو الاشكال اللي ثرناه. ومن هنا جات قضيه مسرح ما بعد الحداثه او فلسفه ما بعد الحداثه اللي كما سبق وقلت لك على اللي صار في الحرب العالميه الثانيه والمبادئ اللي اندثرت والافكار اللي تضربت. مهما كانت الايديولوجيا اللي طرحت في وقت ما حققتش اللي الانسان يسعى له. ملي نحكيو على افلاطون والدوله الافلاطونيه وغيره على ارض الواقع ما فما حتى شيء قاعد يتحقق، مره وكان في دمويه وغيره. طيب بالنسبه سهيل، بالنسبه لهاملت ماشين وفي علاقتها مع الجمهور، بالنسبه للعروض اللي تعارضت، شنو الرياكسيون تاع الجمهور؟ في صفاقس المره اللي فاتت سمعنا كانت ردود افعال باهيه، حتى نصاف بن حفصيه عبرت على اعجابها بالمسرحيه. في علاقتها بالجمهور اليوم هاملت ماشين. سامحني احمد جيت خاطر قريب نكمل لك ونتعدي لك للعرض، لانه ما عادش وقت، ما عادش عندنا برشا. خلينا نخليه نختزلوا بايجاز سهيل. هو بطبيعته خاطر سايب برشا باش نحكي لك فيه. المهم اذا كان باش نقعدوا نحكيو للصباح معناها مش بالنسبه لنا نحن العرض هاملت ماشين هو
ارتكزنا فيه انه كل متفرج وقت اللي يدخل يتفرج في العرض باش يكون عنده رؤيه خاصه به، باش يكون عنده حكم خاص به. احنا هذا هو اللي حبيت هذا هو اللي حبيت نركز عليه. احنا الرياكسيون اللي كانت في الليزاج مثلا في عرض المعهد العالي في المسرحي كي كنا في مشروع تخرج، فما بيت جاو معناها كمام عاملين مسرح وقارين مسرح وغيره، جاو فما ردود افعال يجي يقول لك احنا رينا حاجه مانيش عارف بالضبط اسكو صحيحه ولا، اما حسيت حاجه ماهيش نورمال. كل واحد شنية ردة الفعل نتاعو، كل واحد شنية عاش في العرض، على خاطر العرض نتاعنا يتميز بعديد الشفرات اللي كل متفرج حسب ثقافته الخاصه ينجم يحل الشفرات اللي موجوده في العرض. معناها كل انسان وكل متفرج عنده ميولاته وعنده ثقافه. بيناتنا سهيل في عرض ليزاد يعني بيناتنا اونتر بارونتيز اللي جايين ينبروا شنو قالوا على المسرحيه؟ اللي جايين ينبروا اي ثم خاطر واحد بركه سمعت نبر انا في العرض وقت في بالي واحد بركه نبر قام هز روحه وخرج من العرض لانه فما نباره في الانتر بارونتيز. الحقيقه انا ما سمعت بالنسبه لعرضنا نحن فما بالطبيعه نباره في كل بلاصه، اما ساعات حتى حاجه مزيانه نحبوا نبروا عليها، احنا بينا ساعات نبروا على خدمتنا. التونسي بطبعه نبار يا ودي شبيك انت. بالضبط صحيح، حتى تكون العمل مزيان ويعجبني نجم نبر عليه، هذه هي حكايه عاديه. طيب باهي نهار 22 كما قلنا في جابس كلمه من سهيل العميري الجمهور جابس تو اللي يسمع فيك باش يجي يتفرج نهار 22 في حمله ماشين. الجمهور جابس انا بالنسبه خاطر اول عرض عملناه في اطار الاحتراف اللي هو عرض الثقه، وهو الامتحان الاولاني بالنسبه لنا نحن كمجموعه متخرجه جديده بالعمل هذا. كنا خايفين بالحق يعني من ردود الافعال، العمل صعيب شويه في فهمه ويطلب تركيز كبير من الجمهور. الكلنا نعرف، واللي يعرف المسرح في تونس يعرف اللي الجمهور ساعات يحب على حاجه هكا تكون خفيفه شويه، تكون شويه ضحكه ولا برشا ضحكه يطلب منك، ما يحبش يركز معاك. الحمد لله احنا عرض الثقة شجعنا برشا باش نزيدوا نعرضوا، باش نزيدوا ندوروا في تونس ان شاء الله. في جيب زاد كيف على خاطر ردود الافعال اللي كانت في الثقة كانت مزيانه ياسر، جاونا عباد هناونا ياسر على العرض، حتى كي دخلنا للكوليس من ردود الافعال من العباد تشوف وجوهها كيفاش تسلم عليك وما عندها حتى علاقه بيك، تدخل لك في كلام اللي ما ينجم يكون كان صادق. وقت اللي يخزر لك واحد يقول لك انا العرض ياسر عجبني، عندي برشا ما تفرجش في حاجه كمان هكا مزيان برشا. فما حاجات ما فهمتهمش، اما فما حاجات مسوني، فما حاجات استخلصت منهم العبره، معناها هذا ينجم كان يرضينا. ان شاء الله المحطه الثانيه اللي هي جابس ان شاء الله نلقاو تفاعل باهي من الجمهور. نطلب منهم يصبروا معنا من اول العرض يخل العرض ويركزوا معنا ان شاء الله. اكيد تفاعل وردود افعال الجمهور اكيد ان شاء الله باش نواكبوها ونكونوا حاضرين برنامج كاتريامار في عرض جابس، عرض في وذرف بالتحديد نهار 22 نوفمبر قبل الانتخابات الرئاسيه بنهار. في يعني ممكن يعني نتفرج نعملوا مسرح من بعد نمشي وننتخبوا. هذه دعوه من المسرح الى المشاركه يعني في الانتخابات نهار 23 نوفمبر في الانتخابات الرئاسيه. سهيل قبل ما نختموا لقائنا نحب بعض النقاط اكيد ديما نختموا بهم مع ضيوفنا من الشباب المسرحيين اللي يكونوا حاضرين معنا، ناخذوا رايهم في بعض النقاط نقطتين والا ثلاثه وتكون الاجابات مقتصره في كلمتين ثلاثه. كيف نقول لك المعهد العالي للفن المسرحي؟ المعهد العالي للفن المسرحي في كلمتين والا ثلاثه. معناها شو اقول لك، المعهد العالي للفن المسرحي ما تحكيش عليه في كلمتين او ثلاثه، اما حاجه هامه ياسر، حاجه مهمه في البلاد لازمنا نحافظوا عليها وكذا. المسرح التونسي 3 سنين بعد الثوره. المسرح التونسي بعد الثوره 3 سنين بعد الثوره ما تبدلش برشا، فما حاجات قاعده تبدل اما لازم وقت باش يتبدل اكثر. لازم وقت باش يتبدل اكثر من انا ناحيه، من ناحيه الانتاج، من ناحيه ما نحبش نحكي برشا. ملخص الحديث لازم نبنيو جمهور، نبداو من القاعده، معناها لازم نبنيو مسرح للطفل باش نهار اخر نلقاو جمهور يواكب المسرح ويعبي قاعات المسرح. اذا كان ما تلهيناش بمسرح الطفل
ما نجموش نحكيو على تغيير بعد الثوره ب3 سنين ولا بعد حتى 20 سنه ولا 30 سنه. ما تنجمش تبدل عقليه، ما تنجمش تبدل شعب جمله اذا كان ما تتواجهتش للقاعده اللي هي الطفل. والطفل احنا معناها بالتجربه كل ما يكون فما عرض موجه للطفل الصغار يجيو ويشيخوا بالعرض مهما كان العرض، حتى ساعات تلقى عرض مسرحي رديء والقبال الجماهيري يكون كبير برشا ويكون تفاعل كبير برشا. دونك فما حاجه اسمها تكوين للصغار لازم وهذا هو اللي باش نحكيو عليه بعد شويه سهيل مع يوسف مارس اللي معاكم زاد. يوسف مارس في حملة ماشين، الشركه اللي محطوط فيها العمل هذا اللي هو شركه يوسف مارس برود. اوكي، هذا حديثنا اليوم على حملة ماشين. تعرفنا على سهيل العماري، ملتقى نهار 22 في جابس في وذرف بالتحديد. نحب نشكرك برشا سهيل. نخلي لك كلمة هيك نختموا بها لقاءنا. انا نحب نقول ان شاء الله مستقبل خير للبلاد، وان شاء الله مستقبل خير للمسرح وللفنون بشكل عام. ان شاء الله نراو بلادنا في احسن تصويره احنا نحبوا عليها، والكلنا قاعدين نساهموا، والكلنا قاعدين من كل واحد من الموقع نتاعو من المهمه نتاعو قاعد يساهم باش يحط حجيره يبني معنا البلاد هذيا. ان شاء الله تونس بخير، وان شاء الله المسرح بخير، وكل من يقدم للمسرح من اعلاميين من مسرحيين من مواطنين اللي يمشيوا يتفرجوا في المسرح. نفرحوا برشا كي نشوفوا قاعات المسرح اليوم في تونس معبيه. هذه اغنيه ليكم، هذه اغنيه ليك سهيل، يعطيك الصحه على المداخله نتاعك معنا اليوم. نحب نشكرك برشا. احنا نرجع لكم بعد موجز الاخبار مع زميلتنا حنان عدوني من قسم الاخبار. اغنيه ليك.